السابع منتخبنا العراقي وقرعة كأس آسيا. وقع المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة اللي هي مجموعة دي مع كل من اليابان، اندونيسيا وفيتنام. طبعا اقوى اثنين لمنتخبنا العراقي هو اليابان وفيتنام، اندونيسيا بيهم مجال، اما فيتنام متطور لدرجة مو طبيعية مستقر حاليا، اما اليابان معروف عنه. ولكن اتكلم وارجع اتكلم ان العراق حاليا مستقر، عنده تطور في لعبات كبيرة قاعد يلعب، واكو محترفين على مستوى عالي في العراق، فاعتقد بسهولة راح نعبر هذه المجموعة. عندي ثقة كبيرة بمنتخبنا. بعد انتهاء القرعة خرج رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، تكلم وقال ان منتخبنا العراقي مستقر وقاعد نبني له خطة كبيرة للمستقبل، وراح يتم الاعداد لكأس آسيا بمباريات كبيرة وقوية وعلى مستوى عالي. وان شاء الله بهذا الكلام نتفائل بان منتخبنا عنده فرصة كبيرة بكأس آسيا 2024، وطبعا البطولة تبدي بداية 2024. بالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا، وباذن الله صدارة هذه المجموعة مع كاساس ومع